أنا عايزك تتخيل معايا حاجة. تخيل كده إن إحنا أصدرنا نداء عالمي، نداء لا علشان حرب ولا علشان احتفال، لكن علشان أغرب تجربة في تاريخ البشرية. إيه اللي ممكن يحصل لو قدرنا نجمع ال8 مليار إنسان اللي عايشين على كوكب الأرض في مكان واحد؟ كل سكان كوكب الأرض بلا استثناء، العمال في المصانع، الموظفين في الشركات، الطلاب في المدارس والجامعات، الكل ساب اللي في إيده واجتمعوا في مساحة واحدة، محافظة القاهرة كمثال. المساحة دي هيكون فيها الزحمة خانقة، الأنفاس مسموعة، والكل مستني الإشارة لطلب غريب ومجنون، طلب ملوش علاقة بالسياسة ولا الاقتصاد. احنا قلنا لل8 مليار مفيش حد يتحرك من مكانه، احنا هنبدأ عد تنازلي من 10 لحد 1، وأول ما العد يخلص الكل هيعمل حاجة واحدة بس في نفس اللحظة، الكل هينط بأقصى قوة عنده. في اللحظة دي الصمت بيسود العالم ومفيش صوت غير دقات قلب ال8 مليار. يا ترى ايه اللي ممكن يحصل للأرض تحت رجلينا؟ هل الكوكب العجوز ده هيستحمل الضربة؟ هل القفزة دي ممكن تغير مسار التاريخ أو تغير مسار الأرض نفسه وتخرجها من مدارها حوالين الشمس؟ هل هنسمع صوت زلزال يشق المدن نصين؟ ولا الصدمة الحقيقية هتكون إن مفيش حاجة هتحصل خالص؟ الكل يستعد ويلبس جزمته ويلا بينا نعرف الكارثة اللي احنا ممكن نتسبب فيها بنطة واحدة. احنا علشان نعمل التجربة دي محتاجين نعمل حاجة شبه مستحيلة، محتاجين نلغي كل المسافات ونلغي الحدود ونجمع كل إنسان عايش على وش الأرض في منطقة واحدة. ال8 مليار إنسان بكل لغتهم، ألوانهم واختلافاتهم واقفين كتف في كتف. تخيل معايا المنظر من فوق هيكون عامل إزاي. أنت مش شايف أسفلت، مش شايف أرض، مش شايف شجر، أنت شايف بحر من رؤوس البشرية ملوش آخر، زحمة مفيش زيها في التاريخ كله. الضغط في المكان ده هيكون مرعب، أنت مش بس واقف جنب أكتر من إنسان تاني زيك، أنت حرفيا حاسس بنبض قلوبهم وحرارة أجسامهم. درجة الحرارة في المنطقة دي هترتفع 10 درجات لوحدها بس من حرارة الأجسام، الريحة، الصوت، التوتر اللي في الجو. مفيش مفر، مفيش خطوة لورا. لو في حد وقع محدش هيعرف يرفعه. احنا دلوقتي في أكبر تجمع لكتلة حية حصل في تاريخ الكوكب منذ نشأته. الكل دلوقتي باصص في ساعته والأنفاس بتتصارع، وفي وسط الزحمة اللي تقطع النفس دي الكل مستني الكلمة اللي هتتقال في الميكروفونات العملاقة اللي محاوطة المكان من كل جهة، الكلمة اللي هتهز كيان الأرض. في اللحظة دي اللي هي لحظة القفزة، ال8 مليار إنسان ضغطوا بكل قوتهم على عضلات رجليهم وانفصلوا عن كوكب الأرض. نطينا كلنا في نفس الجزء من الثانية لارتفاع حوالي 30 سنتي في الهواء. في الثانية دي واحنا متعلقين في الهواء الفيزياء ما بتنامش. قانون نيوتن الثالث اللي درسناه في المدرسة وما تخيلناش قوته بيقول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. يعني وانت طالع للسماء انت كنت محتاج تزق حاجة لتحت علشان ترفعك، والحاجة دي ما كانتش غير كوكب الأرض نفسه. تخيل ان ال8 مليار إنسان دول بقوا رجل واحدة عملاقة كتلتها بتوصل ل 700 مليون طن. ده وزن مرعب، وزن يخلي أي حد يتخيل ان الأرض ممكن تتأثر بيه. لكن هنا الفيزياء بتبدأ تضحك علينا، الفيزياء بتبدأ تورينا حجمنا الحقيقي. الصدمة الحقيقية مش في قوتنا، الصدمة الحقيقية في كتلة الكوكب اللي احنا ماشيين عليه. الأرض بتوزن حوالي 6 مليار تريليون طن، يعني الأرض أتقل مننا ب10 تريليون مرة. عارف ده معناه إيه في لغة الحساب؟ معناه إننا فعلا زقينا الأرض، والأرض فعلا اتحركت من مكانها استجابة لنطتنا. بس اتحركت مسافة قد إيه؟ الأرض اتحركت حوالي 1/100 من عرض الذرة. يعني لو جبنا أدق أجهزة قياس في الكون، أجهزة الليزر اللي بترصد تموجات الزمكان، مش هنحس باللي حصل ده أصلا. احنا حرفيا نطينا وزقينا الكوكب، لكن الكوكب ببرود تام ما لمسش الفرق. المدار فضل زي ما هو، واليوم فضل 24 ساعة، والشمس ما مالتش علينا سنتيمتر واحد. احنا في اللحظة دي كنا زي شوية بكتيريا على ظهر فيل قرروا كلهم ينطوا في وقت واحد. تفتكر الفيل هياخد باله؟ لا طبعا، الفيل مكمل في طريقه واحنا اللي راجعين للأرض بسرعة الجاذبية، والرجوع ده هو اللي فيه الكارثة الحقيقية. بعد ما أدركنا مدى ضالتنا أمام الكوكب العظيم ده، جه وقت إننا نواجه الحقيقة المرة. المشكلة ما كانتش في الصعود يا صديقي، المشكلة الحقيقية بتكمن في النزول. فكل ما ارتفع لازم يهبط، والمرة دي الهبوط عبارة عن 8 مليار ضربة في نفس اللحظة. تخيل إن 700 مليون طن من البشر اللي ارتفع 30 سنتي في الهواء بيعود علشان يخبط في الأرض في جزء من الثانية. الكمية الهائلة من الكتلة دي وهي بتهبط بالسرعة دي هتطلق طاقة حركية غير عادية، طاقة قادرة إنها تقلب الموازين، ولكن مش للكوكب بل لينا إحنا. تعالوا نبدأ بالضرر المباشر اللي حتى مش هيخلينا نلتقط أنفاسنا. أول حاجة موجة الصدمة الصوتية، صراخ الأرض الأخير. لحظة الهبوط مش هتكون مجرد هبدة، بل هتكون انفجار صوتي مدوي قوته 200 ديسيبل، وده اللي ما يعرفش الديسيبل هو وحدة قياس شدة الصوت. وعلشان تتخيل الأمر معايا، صوت طائرة نفاثة بتقلع جنبك بيوصل ل 130 ديسيبل، وعلى فكرة 150 ديسيبل كافيين علشان طبلة الأذن تنفجر وتسبب نزيف داخلي، فما بالك ب 200 ديسيبل.
طاقة صوتية بتفوق قدرة الأذن البشرية على التحمل بمراحل وبتتجاوز عتبة الألم بكتير. المباني القريبة نوافذها هتتحطم بالكامل، مش بسبب قوة زلزال بل بسبب الموجة الصوتية اللي هتسافر في الهواء بسرعة عالية، واللي هتوصل للمدن المجاورة وتعمل دمار جزئي في الزجاج والحاجات الهشة، زي ما تكون الأرض نفسها صرخت فينا لحظة هبوطنا. تاني حاجة هتحصل هتكون زلزال، هزة تكسر العظام. القفزة الجماعية دي هتعمل هزة أرضية. أيوة فعلا الأرض مش هتتحرك من مدارها، لكن القشرة الأرضية تحت رجلنا هتتلقى ضربة مركزية قوية جدا تقدر الهزة بقوة تتراوح ما بين 4 ل 8 ريختر. أنا عارف إن الفرق كبير ما بين 4 و8 ريختر، لكن هو كبير علشان الموضوع بيعتمد على طبيعة الأرض اللي إحنا واقفين عليها. تخيل لو إننا كنا مجتمعين في منطقة سكنية كثيفة زي مدينة كبيرة مثلا، زلزال بقوة 5 ريختر كافي لإحداث أضرار بالغة في المباني القديمة والضعيفة. أما زلزال بقوة 7 أو 8 ريختر فهو كارثة طبيعية ممكن تدمر مدن بأكملها. المباني هتتهاوى وتقع، الكباري هتنهار، شبكات الكهرباء والغاز والمياه تحت الأرض هتتمزق، وده هيؤدي لحرائق وانفجارات وقطع كامل للخدمات. تالت حاجة هتحصل هي موجات التسونامي، المد البحري القاتل. ماذا لو إن موقع تجمعنا كان على مقربة من السواحل أو البحار؟ الهزة الأرضية اللي هتنتج عن هبوطنا وإن كانت محلية في مركزها إلا أنها هتنتقل إلى قاع المحيطات علشان تعمل موجات تسونامي عملاقة. الموجات ممكن توصل في ارتفاعها لعشرات الأمتار علشان تجتاح المدن الساحلية القريبة وتمحي كل حاجة في طريقها. في اللحظة دي المشكلة مش هتكون في قوة الكوكب بل في هشاشة حضارتنا نفسها. احنا اللي صنعنا المباني، مددنا خطوط الكهرباء وأنشأنا البنية التحتية، وكلها هتتهاوى تحت ضربة كوكبنا مش هيحس بيها أصلا، لكنها هتكون بمثابة نهاية العالم لينا احنا. الكوكب أثبت لنا إنه غير مهتم بوجودنا أو بقفزاتنا، وأثبت لنا كمان إن لحظة عودتنا ليه ممكن تكون هي اللحظة اللي هتدمر فيها الإنسانية نفسها بنفسها، مش بسبب قوة الطبيعة بل بسبب قوة الأعداد اللي احنا مش مدركين تأثيرها الحقيقي. بس عارف أغرب حاجة في القصة دي كلها؟ إن كوكبنا الصخرة العملاقة اللي احنا ماشيين عليها دي مش هتتأثر خالص على المدى البعيد. الأرض هتمتص الصدمة والزلزال هيهدى والموجات الصوتية هتتلاشى في الغلاف الجوي وكأن شيئا لم يكن، كأن مفيش حاجة حصلت خالص. الكارثة الحقيقية مش في النطة ولا في الفيزياء، الكارثة الحقيقية هي احنا دلوقتي قدام أكبر مأزق لوجستي في تاريخ البشرية. ازاي 8 مليار بني آدم اللي متجمعين في مساحة قد محافظة القاهرة هيقدروا يخرجوا من مكانهم ويرجعوا بيوتهم؟ تخيل معايا كده المشهد بعد دقايق من النطة، الناس بدأت تفوق من الصدمة وعايزين يمشوا، بس مفيش مواصلات، مفيش طرق، مفيش طيارات تقدر تشيل المليارات دي. التدافع اللي هيحصل هيكون مرعب، زحمة المترو اللي بتشتكي منها كل يوم هتبان جنة بالنسبة للجحيم ده. في خلال ساعات الجوع هيبدأ ينهش في الناس لأن مفيش مخزون أكل في مكان واحد هيكفي 8 مليار بني آدم، ده غير إن المية هتخلص والصرف الصحي هيتحول لقنبلة موقوتة بتنشر الأمراض في ثواني. الزحمة دي كفيلة إنها تنهي الحضارة البشرية في أيام معدودة، مش بسبب زلزال ولا بسبب خروج الأرض عن مدارها، لكن ببساطة لأننا قررنا نجتمع في مكان واحد. الخلاصة يا صديقي إن الأرض قوية جدا، صلبة بشكل لا يتخيله عقل، ومش مهتمة بنطتنا ولا بوجودنا أصلا، بل إحنا اللي محتاجينها، إحنا الكائنات الهشة اللي أي خلل بسيط في نظامنا اليومي ممكن ينهينا. التجربة دي بتعلمنا إننا محتاجين نركز إحنا واقفين فين، محتاجين نقدر التوازن الدقيق اللي إحنا عايشين فيه. الأرض مش محتاجة إننا نهزها علشان تحس بينا، هي أصلا شايلانا بكل صبر. خوارزميات اليوتيوب بتقول إن الفيديو ده ممكن يعجبك، ليه ما تدلوش فرصة وتسمعه؟